الأبدية. وهو ده الامل، وهي دي الثوره. الثوره النهارده بتتجمع امام نقابه الصحفيين كما بدات امام نقابه الصحفيين. هذا السلم الذي شهد لسنوات طويله رفض المصريين وغضب المصريين من كل فئاتهم، يشهد اليوم الموجة الثانية من الثورة المصرية. واحنا في هذا اليوم بنشهد العالم، بنشهد هذا البلد على ان الصحفيين اليوم ايد واحدة، 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 ايد واحدة في مواجهة الاستبداد، في مواجهة الظلم، في مواجهة الاخوان، ومن اجل مصر حقيقية، مصر ثورية. انا مش عايز اطول معاكم نقيبنا واستاذنا الاستاذ الدكتور ضياء. شكرا نقيبي الدكتور ضياء. شكرا ايها الزملاء الاعزاء. لقد تربينا في هذه القلعة الحصينة، تربينا في هذه القلعة الحصينة كتابا شجعانا جديرون بحقهم بالدفاع عن حرية الكلمة، وسوف ندافع عن حرية الكلمة حتى آخر نفس وحتى آخر رجل، ولن يتمكنوا من أن يهزموننا. لقد أخذنا حريتنا ليس بفضل مبارك ولا بفضل السادات ولا بفضل عبد الناصر، أخذناها بفضل مئات الضحايا، مئات الصحفيين الذين دخلوا السجون، مئات الصحفيين الذين شردوا من بيوتهم ورفضوا مرات عديدة. ونحن أحق بالدفاع عن هذا الإرث الشجاع. هذه القلعة الحصينة سوف تظل قلعة منيعة، لن يستطيع الإخوان المسلمين أن يهدموها كما هدموا قلاعا أخرى كثيرة. لا أريد أن أقول أن أطيل عليكم، ولكنني مثل أصغر الصحفي دمي فداء لهذه المهنة. الله أكبر! الله أكبر! عاشر رجال الصحفيين! عاشر رجال الصحفيين! عاشر رجال الصحفيين! نكسب معركتنا بالضربة القاضية. نحتاج إلى الصمود وسوف نصبر وسوف نصبر إن شاء الله. إن شاء الله ما يحدث في مصر الآن ميلاد جديد لثورة حقيقية. انظروا كيف تغير الجيش، انظروا كيف تغيرت الشرطة، انظروا كيف تغيرت مصر بأكملها، انظروا كيف تغيرت هذه زملائي الاعزاء، نحن الان على هذا السلم يجتمع نقيبان الشريفان الكريمان الاستاذ مكرم محمد احمد، ومعنا الان ايضا نقيبنا المناضل الشريف الاستاذ جلال عارف. علي صوتك بالايداع! علي صوتك بالايداع!
كانت مصر دائما تعرف الطريق الى الحرية والى الاستنارة والى التقدم. من هنا حاربت مصر كلها من اجل الحرية، من اجل استقلال الارادة، من اجل العدل وكرامة الانسان. من هنا نستعيد الثورة مرة اخرى. من هنا نقول للجميع ان حرية الرأي لن تتراجع، ان الكلمة الحرة لا تخاف الارهاب، ان مصر التي انتصرت دوما على كل اعدائها، مصر التي سارت في ركب التقدم وعرفت كيف تقهر التخلف، لن تقبل ابدا بمن يريدون اعادتها للقرون الوسطى، لن تقبل ابدا بحكم الارهاب، لن تقبل ابدا بتجار الدين. يسقط حكم المرشد. 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 كانت صحافة مصر على الدوام هي ضمير الأمة، وستظل على الدوام هي ضمير الأمة. كانت صحافة مصر هي التي تقود ركب الاستنارة، وهي التي تقود ركب الحرية. لن نتراجع أبدا، لن نترك خفافيش الظلام يحكمون مصر. الشعب يقول كلمته وقد قالها: ارحلوا ارحلوا انهم يحاولون بث الرعب في نفوس الشرفاء، انهم يحاولون اغلاق القنوات الفضائية ومصادرة الصحف، انهم يحاولون محاصرة الرأي الحر، ونقول لهم لن تنجحوا ابدا. سنقاتلكم من اجل الكلمة الحرة، سنقاتلكم من اجل حرية مصر. لن تطفأ انوار الصحافة ابدا على طول عهدنا. منذ ان عرفت مصر المطبعة لم يستطع احد ان يكمم افواهنا. منذ ان دخلت المطبعة مصر لم يستطع احد ان يمنعنا من ان نقول كلمة الحق وان ندافع عن حرية الشعب. ولن تستطيعوا انتم ابدا، انتم خفافيش الظلام، تعيشون في الظلام، ستعودون الى الظلام. الله اكبر. وستنتصر مصر. الحسيني مقتول. الحسيني مقتول. الحسيني مقتول. الحسيني مقتول. والمرشد هو المسؤول. والمرشد هو المسؤول. الحسيني مقتول. الحسيني مقتول. ايها الاخوة، نحن قدمنا السؤال
ونحن مستعدون لتقديم المزيد من الشهداء كما حال كل شعب مصر. نحن نحارب بالكلمة ونحن ندافع بالكلمة ونحن لم نبتغي الإرهاب أبدا. نحن صارتنا الإرهاب على مدى العصور.